وهوريكم بقى الجزء التاني اللي احنا ما شفناهوش مع بعض. طبعا المسجد ده كان فيه اكتر من توسعة حصلت فيه. عايز اوريكم بس حاجة كده الاول. المكان اللي عليه زحمة ده عليه آيات قرآنية، وهو من الأجزاء اللي المسجد لسه محتفظ بيها زي ما هي. وده كان في المفروض يعني الخطب بيعملوها من المكان ده. يعني ده المكان تقريبا اللي كان فيه الخطبة بتحصل فيه أو الإمام بيطلع فيه، وبيكون هنا الناس بتصلي. لو هنا مثلا في مكاني كده مثلا هنا الصف الأول. فتعالى بس نعمل كده زوم. شايفين هنا لو الكاميرا جايبة مكتوب الآيات القرآنية هي عليها. المكان لسه زي ما هو من 800 سنة ما اتغيرش، هو كان بنفس الصورة دي. وده سبب وجود ازدحام شديد في المكان ده. تعالوا بقى اوريكم مكان تاني حلو في المتحف. بس قبلها هنشوف الجزء ده. برضو ده جزء قديم اعتقد زي ما هو، برضو تم الاحتفاظ بيه زي ما هو. تعالوا بقى نشوف الجزء اللي برضو اللي فيه ازدحام ده فيه ايه. مثلا الباب ده واضح جدا ان هو كان جزء في المسجد، ولكن طبعا هو اتغير شكله. الجزء ده طبعا فيه اجزاء هم ضافوها بعد دخولهم الاندلس. كل ده طبعا جزء بيزنطي وروماني، ويخص اكتر الديانة المسيحية. طبعا الزخرفة والهندسة جميلة جدا جدا. بغض النظر بقى عن اتفاق او اختلاف البعض في المواضيع دي، كل واحد بيشوف المواضيع دي من وجهة نظره او من منطلق ثقافته. زي ما انتم سامعينها، واحدة من التور جايدز هنا بتقول ان ده معمول من الذهب والنحاس مع بعض، مش ذهب خالص ولكن هو من افخر انواع الذهب.
بعد قطع ذهب خالص. طبعا الجزء ده كله ما كانش موجود ايام التواجد العربي هنا، ده تم بعد كده اضافته وحصل فيه توسعات، وضاف بقى الجزء يعني الروماني البيزنطي، او اللي هو يعني خاص بالديانه المسيحيه اكتر. E allora questo qui finiamo no? Il colore, togliamo il colore rosso dal pavimento e vi dico cosa è successo. Non so se ricordate bene che eravamo sulle ده طراز الأندلسي. وبس وبكده يعني نكون تقريبا غطينا معظم المكان مع بعض. ده المسجد يا جماعة، مسجد أندلس، حصل فيه توسعات، حصل فيه تداخل من الثقافات الأخرى، في مزيج من الثقافة الشرقية والغربية، في مزيج من يعني من الطراز الإسلامي والمسيحي. وأتمنى تكون الجولة دي عجبتكم، وشكرا قوي قوي للي تابع لحد هنا.